السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة فاتي كوكينج. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم وبما أن التونة متوفرة هذه الفترة قلت ندير لكم وصفة عليها. كما راكم تشوفوا عندنا قطعة من التونة الحمراء بوزن حوالي 900 غرام. نقوم بقطع شرائح منها. بعد ما نكملوا مع الشرائح تاعنا نروحوا للتتبيله او لماريناد. عندي 5 سنات تاع الثوم، ملعقه كمون، ملعقه صغيره فلفل كحل وملح ومعدنوس. راح نخلطوه بعصير حبه ليمون. راح نخلطها مع بعض باش تمشي لي لماريناد في الطون. هنا عندي 2 ملاعق زيت زيتون. راح نبدا نتبل الطون تاعي مليح. راح ندخل مليح لماريناد. بعد ما تبلناهم مليح نجيب كيس بلاستيكي ونغطيهم ونخليهم حوالي ساعة في الثلاجة. من بعد في مقلاة نضيف ملعقة مارغرين وشوية زيت زيتون. هنا زيت الزيتون اختيارية، اللي ما يحبش يقدر يدير الزيت عادي. كي نشوف المقلاة تاعنا سخنت راح ندير شرائح يتقلاو على نار متوسطة. تقدروا ثاني ديروا شرائح تاعكم تاع الطون مباشرة في صلصة الطماطم بلا ما يتقلاو من قبل. بعد ما تقلاو من الجهة الأولى راح نقلبهم من الجهة الثانية باش يكملوا يتقلاو ويعطونا بنة ما شاء الله. نجيب طبسيد نحيهم بعد ما تقلاو. في نفس المقلاة ندير شوية زيت. عندي 2 سنات تاع الثوم، نقصوا للنار باش ما تحرقليش الثوم. نضيف عليها ملعقة كبيرة طماطم مصبرة. نكمل نخلط ونضيف التوابل فلفل كحل عكري حار وملح. عندي حبة طماطم كبيرة كنت سكرفشتها من قبل. شرائح تاع فلفل اختيارية تاني. نخلط شوية. كي تبدا الصلصة تاعي تغلي راح نضيف شرائح اللي كنت قليتهم وقطعتهم من قبل بهذه الطريقة. نخليهم يطيبوا حوالي 10 دقائق قيس ما الحوت يشرب هذيك لاصوص. قبل ما نطفي عليه هنا ضفت له شويه معدنوس. وهاول يكون في طبق تقديم قدمته مع شويه رز اللي كنت فورته من قبل. ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشاركوا في القناه. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.